أهلا بيكم في حلقة جديدة في قناة ديجوري. بنعمة ربنا هنكمل مع بعض سلسلة تاريخ بطركة كنيستنا القبطية. البابا إغريغينوس هو من مواليد الإسكندرية ومشهور بالصلاح والتقوى، وكان تقي جدا، ويقال إن رسمه البابا كليتيانوس التاسع قصة علشان علمه وإيمانه القوي وإنه يقدر يثبت الشعب. وبعد نياحة البابا كليتيانوس انتخبوه بطريرك، وجلس على كرسي ماري مرقس في شهر مصر سنة 167 ميلاديا. وفي عهده زاد عدد المسيحيين، وجلس على كرسي ماري مرقس لمدة 12 سنة، وتنيح في يوم 5 أمشير سنة 180 ميلاديا. وبعد البابا أغريبينوس جلس على كرسي ماري مرقس البابا يوليانوس البطريرك الحادي عشر. هو من مدينة الإسكندرية، من أب وأم مسيحيين تقيين، وكان دارس الكتاب المقدس في المدرسة اللاهوتية، ويقال إنه تلمذ على إيد القديس الفيلسوف بنتينوس، واترسم قسي في مدينة الإسكندرية، وكان معروف عنه إنه عفيف وحكيم. وبعد نياحة البابا إغريبينوس اجتمع الشعب في الإسكندرية علشان ينتخبوا مين اللي هيكون بطريرك اللي هيجلس على كرسي ماري مرقس، فما لقوش أنسب من القس يوليانوس، فاختاروه بطريرك سنة 180 ميلاديا، وكتب ميامر ومقالات للقديسين. ولما قرب وقت نياحته ربنا عرفه مين اللي هيكون البطريرك اللي بعده، وظهر له ملاك في حلمه وقال له اللي هيجيلك بكرة ومعاه عنقود عنب ده اللي هيكون البطريرك من بعدك. وحصل كده فعلا. في عهده الوثنيين كانوا مانعين ان البطريرك يخرج من اسكندرية علشان يبشر، فكان بيخرج في السر، وكان بيزور البلاد وبيفتقد شعبه وبيرسم الكهنة. وجلس حوالي 10 سنين على كرسي ماري مرقس، وتنيح يوم 8 برمهات سنة 189 ميلاديا في السنة العاشرة من ملك كومودوس الملك. بركة وشفاعة البابا إغريبينوس والبابا يوليانوس تكون معانا آمين.